تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظمت ودادية أعوان المركز بالتعاون مع مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس اليوم الوطني الأول للجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف أساسا إلى تبادل الخبرات ونشر ثقافة التطوير المستمر وإنشاء ديناميكية تمس المجالات المذكورة سلفا. واحنا المركز متاعنا كان سباق وتحصل على شهادة إيزو 9001 سنة 2017. بالخبرة اللي يكتسبها المركز نريد الآن ننتقل إلى فصل ثاني اللي هو اكتساب خبرة في ميدان الجودة بضمان دي نورم جدد يتعلقوا بالسيكوريتي والانفيرونمون والاكريديتاسيون. هذا وتوجه مدير عام مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس سليم التونسي برسالة إلى سلطات الإشراف يدعوهم فيها إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للباحثين ليتسنى لهم تقديم الأفضل في مختلف المجالات. يمكن أهمها هي التجهيزات العلمية اللي ليس بالسهل التحصل على تجهيزات علمية تكون على تواكب الاكتشافات العالمية. اللي ينقص مش هي الخبرات، مش لي كومبيتونس، اللي ينقص فقط هو التجهيزات وبعض التنظيم. وفي سياق متصل قال المدير العام للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي سليم شورة أن الاستراتيجية القادمة للوزارة ستكون بتمكين المؤسسات الجامعية من الاستقلالية المالية. باش يكون عندها استقلالية مالية، بالتالي باش تكون للجامعة للمؤسسات معناها فرصة لتطوير موارد ذاتية بالتفاعل، يعني طبعا على تم برامج عدة اللي هي كما التكوين المستمر، كما تنجم تكون زي كيف تدريس الطلبة الأجانب بمقابل، وهذه كلها موارد ذاتية تدخل للمؤسسة. يذكر أن التمويل الجملي للبحث العلمي في تونس يبلغ 0.66% فقط من الناتج الوطني الخام، نسبة يأمل أغلب الباحثين أن تشهد ارتفاعا حتى يتمكنوا من تطوير بحوثهم في مختلف المجالات.